في موقف حصل معانا أول ما نزلنا على مصر كان محرج جدا جدا جدا. رحنا نشتري آيس كريم عادي وقلت لعمو اللي هناك عندك حاجة حامضة؟ فهو يعني بص كده اللي هو ما تحترم نفسك. قال لي أنت في مكان محترم يالا، إيه اللي حامض يا عم دي؟ طبعا إحنا صفرنا زي هيك اللي هو لا انت فهمت غلط اكيد يعني. فانا قلت له لا حاجه فيها ليمون، يعني ليمون بلوبيري اللي هي الحاجات هاي يعني فهمني. فهو قال لي ايوه، بقول لي دي ميزز. ميزز؟ ايه اللي ميزز يا عم؟ دي اللي عليه ليمون كتير او على الحاجه اللي احنا بنقول عليها حامضه هنا بيقولوا عليها ميزز. طب ماشي، هو المفروض ما فهمش عليا، ما ادانيش رياكشن انه انا بشتمه او بقلل من المنتجات اللي عنده. طب هو فهمها ايه بقى؟ حامض او حامضه معناها بايظ في اللهجه المصريه. يعني مثلا اقول لك الاكل حامض معناها الاكل بايظ خالص وعلى الزباله. فحامض في اللهجه الفلسطينيه معناها مزز باللهجه المصريه. وعامه احنا الاكل البايظ بنقول عليه خرب او حمض، ما بعدناش يعني. بس مزز دي في حته تاسعة. عموما هي واحدة من المواقف المحرجة اللي بتحصل معنا بسبب فارق اللهجة ما بيننا وبين الجماعة المصريين الطيبين جدا. وانتوا اكتبوا لنا برضو المواقف المحرجة اللي حصلت معاكم بس كده.